استضافت دار المشاة التابعة للقوات المسلحة ندوة حول الاعتدال والوسطية في الإسلام والمسيحية، حيث تطرق المشاركون لدور كبار رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التعامل مع الأخطار التي تواجه مصر ودرء أي محاولات لزرع الفتن، وأكدوا ضرورة وصول الخطاب الديني المتزن إلى العامة وترويج السماحة والمحبة التي تدعو لها الشرائع السماوية. من هنا يبدأ العمل على تأصيل الوحدة الوطنية بين جناحي مصر مسلمين ومسيحيين، فتحت شعار الاعتدال والوسطية في الإسلام والمسيحية تجمع كبار رجال الدين من الجانبين والساسة تحت رعاية القوات المسلحة كدعوة لحوار بناء ينبذ العنف ويدعو للتسامح. رسالة بنقول إن احنا شعب واحد، نسيج واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، نتحلى بقيم الأخلاق النبيلة اللي تدعي بها كل الأديان السماوية. أرجو من خلال تلفزيوننا المصري إن الكل يتحرر، الكل يقبل الآخر. لازم نعبر عبور آخر بالمؤسسة العسكرية بكل ولاد مصر بكل طوائف مصر، عشان إحنا في أدق مرحلة في حياتنا، ولازم كلنا ننجو عشان نورث أولادنا وأحفادنا مناخ مناسب للجميع. تقارب ملموس في وجهات النظر وأهداف متفق عليها يأتي على رأسها أن المصريين كيان واحد وجسد متلاحم لا فرق بين يمينه من شماله، ليبقى دور المؤسسات الدينية العمل على نشر فكر الوسطية والاعتدال وتثقيف العامة وتعريفهم بسماحة الإسلام والمسيحية. علينا كعلماء وقساوسة أن ننزل إلى الساحة وأن نتلاقى والآخر، وأن نبين للمتعصبين حقيقة شرائع السماء التي تحض على الألفة والتعاون والمحبة والإخاء. لو بصينا لأي ديانة سماوية هنلاقي إنها بتدعو للاعتدال والوسطية واحترام الآخر، يبقى كل إنسان عنده له قيمة، لأن ربنا هو اللي خلقه في الآخر. التعصب هيحرق اليابس والأخضر في مصر، سواء تعصب من المسلمين أو تعصب من المسيحيين. طوق النجاة للأمة المصرية هو في وحدتنا الوطنية. تحديات شتى يلاقيها تماسك ووحدة متأصلة من المصريين لدرء الفتن أيا كانت، فمن قول رسول الله: أوصيكم بأقباط مصر خيرا، إلى المسيح: الله محبة وعلى الأرض السلام، تبقى مصر كنانة الله في أرضه. حماد العربي للتلفزيون المصري.